بعد ما خلصنا من الاعلام الاحمر والدنيا اللي عماله تجيب في سيره نادي الزمالك وخلصنا منهم خلاص، نطلع بقى ايه، نشوف بقى المندبه اللي دايره على القنوات الفضائيه. ابناء نادي الزمالك عاملين مندبه في القنوات الفضائيه، ما وراهمش غير نادي الزمالك. الكابتن جمال حمزه والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن طارق يحيى وايمن يونس وغيره، واللي ليه لازمه واللي ملوش لازمه عمال يرمي بقين في القنوات الفضائيه على نادي الزمالك. هو انتوا فين بقى من الموضوع ده؟ لما كان نادي الزمالك بينهار انتوا كنتوا فين؟ انتوا بقالكم 25 سنه ماسكين الاداره في نادي الزمالك. الزمالك وصل لحد فين؟ ما تسيبوا الناس تشتغل. ودايما هنفضل طول عمرنا في ظهر نادي الزمالك، احنا كجمهور نادي الزمالك دايما في ظهر، وهنفضل نجيب حق نادي الزمالك من اي حد، سواء اذا كان من نادي الزمالك او بره نادي الزمالك. هنفضل نجيب في حقه. لكن ما تقوليش انت من ابناء نادي الزمالك، لا انت مش ابناء من نادي الزمالك. انت بتدور على السبوبه والمصلحه والكرسي. يا باشا نادي الزمالك ده خيره على ناس كتير قوي، وخيره عليكم. من غير نادي الزمالك ما كنتوش فضلتوا في الاعلام ولا مسكتوا الفلوس دي كلها. فسيبوا بقى الناس تشتغل. كل ده عشان خاطر شون ادوارد مسك ملف الكوره في نادي الزمالك. الراجل عمال يجيب في صفقات. هو انا ما طلعتش اتكلمت على الصفقات عشان اصلا يعني هي مش عجباني قوي، تمام، بس يعني هي دي احسن لعيبه في الدوري المحلي حاليا. فخلاص بقى نسند الراجل، تمام، ونقف ورا الاداره، تمام، ما قدامناش غير كده عشان خاطر نقدر نحكم عليهم. جمهور نادي الزمالك مش هيسكت تاني، هيحاسب اي حد. خلاص فاض بيه، الناس دي فاض بيها. الناس دي اللي بتروح اخر الدنيا عشان خاطر نادي الزمالك، والبطولات كلها بتيجي بسببنا احنا جمهور نادي الزمالك، احنا ابناء نادي الزمالك اللي بيروح اخر الدنيا عشان خاطر من غير مقابل. بالعكس احنا اللي بندفع، مش زيكم انتوا اللي بتاخدوا. فسيبونا بقى نشوف الناس دي هتشتغل ازاي، تمام، عشان نعرف نحكم عليهم. ان احنا مش هنسكت تاني. ونلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.